لو بتفكر تشتري في الساحل هتختار على أساس إيه؟ سعر، بحر، فيو؟ طب خليني أقولك الغلطة اللي ناس كتير قوي بتقع فيها. أول حاجة اسأل نفسك سؤال: عايز تستمتع ولا عايز تستثمر؟ عايز تستمتع يبقى ندور على بحر وفيو وخدمات. عايز تستثمر يبقى ندور على اسم المطور، سمعة المشروع، العائد من الإيجار. تاني حاجة قبلي الطريق ولا بحري الطريق، علشان دي مهمة جدا. وفي ناس بعد ما بتشتري بتكتشف ان المشروع مش على البحر، او ان اليونت بتاعتهم بعيدة جدا جدا عن البحر. طيب نشتري ريسيل ولا نشتري من المطور؟ الريسيل يبان ارخص، بس خلي بالك علشان في تركات خطيرة فيه، لو ما اخدتش بالك منها هتخسر كتير. كونك تشتري من المطور هو صحيح اغلى، بس في مرونة في التقسيط كويسة، وكمان انت مالك اول. الاستثمار العقاري بشكل عام مش اختيار سهل ابدا، علشان كده لو بتفكر ان انت تشتري في الساحل اكتب لي كلمة ساحل وانا هساعدك تختار ازاي.